سندوتشات البطاطس السوري بتختلف من مطعم لمطعم بالنسبة للتركيبة بتاعة الساندوتش. احنا هنعملها بطريقة بسيطة قوي واقتصادية جدا. اللي حابب يزود حاجات عن كده هقول لكم، اللي حابب يزود حابب ينقص شيء يرجع لكم، لكن احنا عاملينها بطريقة سهلة واقتصادية وبسيطة واي حد يعملها. عملنا التوميه، الكاتشب طبعا هتعمليه هتشتريه براحتك، شيء يرجع لك. الخبز التورتيلا انا بعمله برضو في البيت، كوبايتين دقيق، الميه طبعا حسب ما ياخد الدقيق معانا، ويعني بصي شويه ملح كده صغيرين، ربع معلقه ولا حاجه، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره سكر، ومعلقه زيت. بعجنهم على بعض بتبقى العجينه حلوه طريه في ايديكي. ريحيها بس 10 دقايق وقطعي وافردي بس على الطاسه او على جريل كبير شويه كده واسع. بنسوي العيش. هنا هنعمل التوميه، انا كنت منزلاها مع الشاورما، بطاطسايه مسلوقه وسط او كبيره براحتكم. بالنسبه للزبادي ما تضيفيش مره واحده، اضيفي بالتدريج، يعني ربع الكوبايه الاول ونخلط ونشوف. لو لقيناها خفيفه قوي هنزود، مش خفيفه خلاص مش هنزود. وربع كوبايه زيت للبطاطسايه اللي هي حلوه، يعني البطاطسايه الوسط الحلوه مش المقروده، لا الحلوه الوسط. وبنحط ملح، يعني بصوا ملح ممكن ربع معلقه حسب ما بتحبوا. السكر معلقه او عسل، سكر او عسل، ومعلقه خل، ومعلقه ليمون، بس كده. ده اللي احنا هنضيفه، مش هنضيف اكتر من كده. اللي حابب يضيف مايونيز اوكي، احنا عاملينها صحيه بالزبادي، صحيه اكتر منها ما تبقى بالمايونيز. والزيت مش كتير، هي ربع كوبايه، معلقتين يعني كبار، مش اكتر من كده. اخلطيها لغايه لما تاخدي القوام اللي انت حباه، بس ده هيتقل يعني بعد شويه هتلاقي القوام ده تقل معاكي. هنيجي بقى احنا محمرين بطاطس، سواء في الفرن سواء في الاير فراير سواء مثلا في الزيت، براحتكم زي ما تحبوا. هنجيب الساندوتش هندهنه بالتوميه. للعلم الخبز التورتيلا ده انا كنت خبزاه قبل كده وشايلاه في الفريزر، طلعته قبلها بكام ساعه يفك كانه لسه يعني عاملاه طازه. هنا حطينا توميه. بقى البطاطس حطيت عليها بهارات البطاطس بعد ما حمرتها. احنا مش محبين البطاطس قوي، يعني مش من الناس اللي هي بتعشق البطاطس كل يوم نحمر، لا مش احنا البطاطس بناكلها فين وفين لما نفسنا تيجي عليها، لكن مش بتوع بطاطس محمره اطلاقا. فده بالنسبه لنا ترفيهي، ملناش فيها يعني قوي. فكده حطينا البطاطس هنا المحمره وعليها البهارات بتاعه البطاطس. هنضيف عليها كمان مخلل الخيار، وهضيف معاها مخلل الجزر. في ناس بتضيف خس عادي، خس كابوتشا او خس بلدي او كرنب ابيض، بيقطعوه رفيع رفيع شرايح وبيضيفوه جوه الساندوتش. في ناس تاني وبتضيف كول سلو بالزبادي، عايزين تضيفوا كول سلو مع اضيفوا، بس هو الاصلي على فكره ما فيهوش كول سلو. يعني في مطاعم كتير قوي بتعمله بالخبز ده، وفي مطاعم بالخبز الصمون عادي، العيش الفينو. افتح العيش الفينو وادهني من جوه التوميه، وحطي الحشوه بتاعتك البطاطس مع المخلل مع الكاتشب، وخلصنا. هو ده الساندوتش. في ناس بقى عايزه تبدع وتعلي سعره، بتضيف جبنه موتزاريلا، بس هو ما فيهوش جبنه موتزاريلا اصلا على فكره. هو الساندوتش اخره كده ما فيهوش حاجه تاني. اللي حابب يضيف الحاجات دي كلها افتكاسات من عند الشخص، لكن احنا مش عايزينه مكلف، فمش هنضيف جبنه موتزاريلا. كده زي الفل. الخيار والجزر ده اللي هو المخلل السريع، انا عملته قبلها بساعه. غليت ميه، بعد ما غليت الميه طفيت عليها وحطيت الجزر الاول وحطيت ملح. بصوا انا بعمله بالبركه، يعني حطيت معلقه ملح وحطيت ربع كوبايه خل وحطيت معلقه سكر، بس كده. حطيت الخيار وحطيت الجزر وغطيت الحله، النار مطفيه طبعا بس الميه كانت مغليه. هسيبيه ساعه ساعتين هتاخد خيار سريع وحلو. الخيار بيقرش، الجزر شرحه بيقرش، بيبقى حلو كده، مش بيبقى مهري كده وطعمه مش حلو، لا دي الطريقه اللي احنا بنحبها بصراحه في المخلل، سريعه وحلوه وتاكليها يعني في نفس اليوم. ممكن تعمليه الصبح لو انت مثلا نازله رايحه شغل، اعمليهم الصبح. المخلل اعمليه الصبح، ولما ترجعي هتلاقيه خلاص كده كده معمول اوريدي وجاهز. هو كده كده محدش بيضيف اصلا في سندوتشات البطاطس اكتر من كده، التوميه والكاتشب والبطاطس ومخلل الخيار. بس الجزر حلو قوي على فكره فيه، ضيفوا مخلل جزر لو لسه الجزر موجود. في بعض الناس عندها جزر، لو موجود الجزر اعمليه، هاتي مثلا نص كيلو حتى واعمليه. يفضل المخلل بعد ما نعمله السريع نخليه في التلاجة. ليه؟ بيحتفظ بالقرشه بتاعته زي ما هي، لكن لو بره لا هتلاقيه اتهرى كده وبقى مش حلو صراحه. ويفضل قطعيه رفيع كمان، بلاش نقطعه تخين. الساندوتش ده انا ما حطيتش فيه جزر، حطيت فيه بس خيار، لكن حطوا جزر مع الفلفل لا هيختلف تماما، طعمه هيبقى حلو قوي. خلاص كده انتوا الساندوتش يعني ضيفوا الحاجات اللي تحبوها زي ما قلت لكم. حابين تعملوا الكولسلو، الكولسلو بسيط، هتجيبي حبه كابوتشا صغيره او كرنب ابيض على فكره. هتضيفي الخس او الكرنبايه قد الجزر مرتين، يعني لو ضفتوا كوبايتين كرنب ابيض او كوبايتين
خس كابوتشا هتضيفي قصادها كوبايه جزر مبشوره، والزبادي هتضيفي كوبايه صغيره زبادي اللي هي نسله مثلا او جهينه، هتضيفي كوبايه صغيره، وهتضيفي بقى معلقه صغيره خل، وهتضيفي معلقه صغيره سكر او عسل، وهتضيفي يعني حبه ملح كده صغيره. بس ادي الكولسلو. الكولسلو بالزبادي احسن بكتير وافضل بكتير من اللي هو بيتعمل بالمايونيز، وصحي. المايونيز تقيل كمان علشان البيض. اللي حابب يعمله في البيت، انا عامله هنا على القناه هتلاقوا فيه مايونيز اقتصادي اللي هو بدون بيض بمثلثات الجبنه، بس برضو داخل فيه الزبادي. هنا هنعمل ساندوتش تاني وخلاص، وبعدين هنديله صدمه وهنقدمه. انا مش من محبين ان انا اديله صدمه ساندوتش ال البطاطس، لان لسه هضيف زيت علشان اديله صدمه. يعني انا عن نفسي هقدمه كده، لكن علشان هنصوره فمضطرين نديله صدمه، يعني علشان نتكلم بصراحه شويه. هو كده افضل، لان كده خبز عادي. وعلى فكره مش كل المطاعم بتديله صدمه، ناس كتير زي ما هو كده بيبقى ابيض وبيغلفوه بالورق بتاع الخبز اللي بيبيعوا فيه السندوتشات، بيبقى مكتوب عليه اسم المطعم يعني، بس خلاص وبيبيعوه كده زي ما هو. هنحط في الجريل معلقتين زيت، وهنضيف فيه السندوتشات بتاعه البطاطس، هتاخد صدمه كده بس وخلاص، وهنقدمه. انا عملت 6، يعني الكميه اللي انا عملتها البطاطس عملت لي 6 سندوتشات كبار بس، والتوميه والكاتشب وخلاص، وقدمناه على كده. اكله حلوه بسيطه وزي الفل، وزي ما قلت لكم غدا عشاء فطار ينفع، ده شغال وده شغال. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.